محمد علي كان يونان، خد مصر طلع في العين، وقف جنب الشعب وقال فرد ضرايب مش حلال. تمام يا فارس، قول بقى. ذهبت هند الى النادي، ذهبت دي بقى فعل ايه؟ فعل ماضي. برافو يا فارس. حط لي هند بقى في جملة. رايح فين؟ استنى. هحط هند في احلى جملة يا ميس. اول حاجة نصلي على الرسول ونحط هند في جملة مفيدة على طول. 60 جرام سمنة وكوباية الا تلت سكر، نحطهم مع بعض وندخلهم خناقة في المضرب. لما يبقوا في الشكل ده نحط عليهم 4 بيضات. طالما بيض هنحط فانيليا، وكل حاجة بدرجة حرارة المطبخ. بنقلب كل ده تقليب مقليب. حطوا لايك بقى عشان هقولكوا احط ايه تاني. معلقة كبيرة هرم عسل جلوكوز او عسل نحل، او ممكن شربات اللي نحطه على الكنافة بس يكون تقيل. ونقلب الخليط ده كويس جدا جدا جدا، ونحط ذرة ملح، ونحط معلقتين كبار دقيق ونقلبهم كويس جدا، و300 جرام جوز الهند، بس لازم تكون ناعمة، مينفعش غير الوصفة دي جوز الهند الناعم. هنا بقى ممنوع التقليب الجامد، هنقلب تقليبة صغيرة خالص. هنا بقى حاولت احطها في كيس الحلويات. هنا بقى كنت مجهز عشان شيشة جوه المية علشان ما تتحرقش، وعملت محاولات كتيرة قوي علشان تنزل من الكيس الحراري، واخيرا فشلت. رحت مكورة في الاخر بايديا وطلعت في الشكل ده. حطيناه بقى في عصاية الشيش ويلا بينا على الفرن درجة حرارة 160. دي اسمها كرات الشمس الذهبية بتاعت فارس. ايه رأيك بقى يا مس؟ حطينا هند في جملة مفيدة، مصاص الجوز الهند.